السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجديدة من أماسي الثقافة للمنتدى الثقافي العربي في المملكة المتحدة. ضيفنا لهذا اليوم الشاعر العراقي الكبير المعروف المبدع الأستاذ عدنان الصائغ، فأهلا وسهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك صديقي العزيز، وشكرا للمنتدى الثقافي العربي في المملكة المتحدة على هذه الاستضافة الجميلة وهاي الكوكبة من الأحبة والأصدقاء. أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام. أحاول الآن أن أشارككم بعض السلايدات. أرجو إغلاق الميكروفونات للإخوان ليتسنى لنا أن في هذه الأمسية نستمر. أشارككم بعض السلايدات هنا لهذه الأمسية، وقد تعودنا أن نعرف بضيفنا ضيف المنتدى لهذا اليوم. الأستاذ عدنان الشاعر معروف، ولد في مدينة الكوفة العراقية في عام 55، وغادر العراق عام 1993، وعاش في عمان وعاش في بيروت، ثم لجأ إلى السويد عام 1996، ويعيش عدنان الصائغ منذ 2004 في لندن في بريطانيا. له إصداراته الشعرية المتميزة، منها ديوان انتظريني تحت نصب الحرية 1984 في بغداد، أغنيات على جسر الكوفة صدر عام 1986 في بغداد، العصافير لا تحب الرصاص في عام 86 في بغداد، سماء في خوذة صدر في عام 1988. يعني انظر إلى هذه العناوين. مرايا لشعرها الطويل صدر في بغداد في عام 1992، غيمة الصمغ في عام 93، تحت سماء غريبة في عام 94 في لندن، تكوينات عام 96 في بيروت، نشيد أوروك قصيدة طويلة صدرت عام 1996 في بيروت، تأبط منفى في عام 2001 في السويد، وصدر أيضا في عام 2011 في طبعة جديدة في بيروت، نرد النص الطويل المفتوح، والذي صدر مؤخرا في العام الماضي في بيروت وبغداد. ترجمت أشعار عدنان الصائغ إلى لغات عديدة، وصدرت منها 7 كتب، وهي بالسويدية والإنجليزية والهولندية والإيرانية والإسبانية والروسية والفرنسية. حصل عدنان الصائغ على العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة هيلمان هامت العالمية للشعر في عام 96 في نيويورك، وجائزة مهرجان الشعر العالمي في روتردام عام 97، وجائزة اتحاد الكتاب السويديين في عام 2005. ودعي عدنان الصائغ لقراءة قصائده وأشعاره الجميلة في العديد من المهرجانات في أنحاء العالم. هنا بعض أغلفة كتبه ومجاميعه وأعماله الشعرية. هذه الأعمال الشعرية المجلد الأول، وهذا هو الغلاف المتميز لكتاب نرد النص أو للمجموعة الشعرية أو للقصيدة الطويلة أو للنص الطويل الذي يربو على 1300 صفحة، منشور في بغداد ومنشور في بيروت، وموجود في معارض الكتب، وموجود حاليا في بغداد أيضا. هذا أيضا ديوان الآخر أشجار الكلمات، أو هذا مختارات شعرية لعدنان الصائغ، قدم لها واختارها الأستاذ الدكتور حاتم الصقر وحسن ناظم وناظم. مو هو صاير ضيق الأخوان الميكروفونات أنا أقدر أغلقها أيضا منها، تسمحوا لي.
نعم. طيب، هذا هو الكتاب الآخر، هو العصافير أو المجموعة الشعرية أو الديوان الشعري العصافير لا تحب الرصاص، كما أشرت إلى ذلك. الديوان الآخر تأبط منفى، وهو ما ترجم إلى اللغة الإنجليزية To Cuddle My Exile. عدنان الصائغ translated by جواد وادي, edited and proofread by V.Q. Phillips and J. Knight. هذا في طبعته الرابعة هذا الديوان. عدنان الصائغ Pages from the Biography of an Exile. أيضا تأبط منفى، ولكن هذا كتاب آخر هنا أو مجموعة شعرية أخرى. Bombs have not breakfasted yet. القنابل لم تتناول فطور بعد. عنوان مهم. وهناك هذه المجموعة أو هذه القصيدة الطويلة نشيد أوروك المتميزة، وهناك ما ترجم إلى لغات أخرى من قصائد عدنان الصائغ. هذه اللوحة الجميلة لعدنان وعلاقة عدنان على جمعة، الفنان المتميز للفنان على جمعة. نعم. وعلاقة الشاعر بالوطن، وعلاقة الشاعر بالأصل والجذور، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. هذه لقاءات الأستاذ عدنان الشاعر الجميل في بريطانيا وفي مختلف أنحاء العالم، في أمريكا، مع جمهوره، مع جمهور الشعر لا يعرف الحدود في الحقيقة، ومع السيدة المهتمة بالشعر التي ترجمت قصائد عدنان إلى الإنجليزية. تعرفنا عدنان عن السيدة. هي الدكتورة جيني لويس، جيني. أستاذة الشعر في جامعة أكسفورد منذ أكثر من 20 سنة، ورسالتها طروحتها للدكتوراه عن إعادة ترجمة نشيد ملحمة قلقامش. نعم. وهي مهتمة بالأدب السومري والبابلي. نعم، في جامعة أكسفورد. نعم. رائع جدا. إذن هذه أيضا لوحة للفنان سلمان. هذه الفنان ستار كاوش في هولندا. نعم. نعم. وذاك مقطع من المسرحية الذي ظل في هذان يقظا عام 93 في بغداد. هاي آخر عمل مسرحي، ومن عدة خرجت من العراق. نعم. هذا العمل المسرحي قائم على قصائدك. على قصيدة. نعم. نعم. على نعم. نشيد أوروك. نشيد أوروك. نعم. وهذا الغلاف Let me tell you what I saw لعدنان الصائغ أيضا. هذه مختارات من ملحمة من نشيد أوروك. نشيد أوروك. ترجمة. نعم. كلفت ترجمة حوالي 8 سنوات، عمل متواصل إلى أن صدرت أول عام. نعم. وأيضا جيني لويس. نعم. نعم. وآخرين. Introduction by Jenny Lewis. Singing for Inanna. هذا أيضا غناء لإنانا. هاي اللوحة لسعاد العطار خصيصا سوت لنا هذا، وأيضا يحتوي على CD لقصائدنا نقراها أنا والشاعر جيني مع موسيقى لنصير شمة. نعم. CD داخل الكتاب. نعم. Singing for Inanna, poems in English and Arabic by British poet Jenny Lewis and Iraqi poet Adnan الصائغ. جميل جدا. CD of recorded poems with music composed with oud music. نعم. composed and played by Patricia Di Maio, and also featuring incidental music by Nasir Shemma, and anthem for Gilgamesh by Jenny Lewis. مبادرة هاي طبعا قل من يبادر من الشعراء إلى هذا الأسلوب في عرض البديع من الشعر. جميل. نعم. في جولة لك مغربية
قبل عدة سنوات كتبت أو كتبت جيني 8 years ago now, our incredible 15-day 5 cities poetry tour of Morocco. هذه الجولة في المغرب for the الكلمة festival of poetry and resistance، الشعر والمقاومة، وهو مهرجان الكلمة الذي عقد في المغرب. فأيضا أنت تأخذ دواوينك وتأخذ الشعر معك إلى حدود العالم، إلى بلدان مختلفة ومبادرات رائعة أمام جمهورك في الوطن العربي وفي بقية أنحاء العالم. وهذا أنت مع جيني لويس تقرأ في هذا المهرجان في المغرب. هنا أنت أيضا تقرأ في بلد آخر، أعتقد هذه في أمريكا جامعة، أعتقد والله نسيت مع حقا. تمثال يبدو هو احتمال السفرة الأخيرة مالتي كنت في واشنطن نعم. أو ما أعرف. نعم. طيب الآن أتوقف عن الشيرنج، والميكروفون لك أخي أستاذ عدنان في نعم. أن تنور محبيك المتابعين، ونحن نسجل أيضا هذه الندوة عن مسيرتك مع الشعر، مع القصيدة، مع هذا الشكل الذي تكتب به، وتكتب أنت بمختلف الأشكال الشعرية ولا أقول الشكلية، ولك تميزك بين الشعراء العراقيين والعرب. تفضل أخي. شكرا. سأبدأ القراءة في آخر عمل إلي اللي هو نرد النص. ونرد النص قصيدة واحدة طويلة ب 1380 صفحة، تقرأ مقاطع قصيرة منها، ثم أنتقل إلى قصائد قصيرة عرفت أيضا بالقصيدة القصيرة أو القصائد الومضة. فأبدأ في هذا الكتاب. نملأ رئاتنا بالهواء، هوائنا المسروق من أنفاس القتلى، كأن دورة حياتنا مسافة ما بين شيقين نطيلها بالاختلاسات أو بالتحسرات. هل هذا الغبار على الكتب هو ما سيتبقى من حياتي المرصوفة بينها، رفوفها امتداد عيني إلى الشوارع، أو ظل جارتي بنافذتها المفتوحة على الغياب، أو على مئذنة كأنها انتصاب لكنه لا يفضي، بينما روحها تلوب والشوارع تذوب بالظهيرة وأنا أجوب امتدادي المفهرسة ككتاب، ضجرا بما يكفي لأن أحطم رقاص الساعة الذي يجلس القرفصاء أمامي على دكة الوقت بانتظار أن أكوكه لكي يرقص، يائسا بما يكفي لأن أغلق حياتي بالمزلاج وأقول وداعا ما من شيء يستحق هذا العناء. نحن المندحرين في التاريخ، أيامنا جاهزة للركوع وأيدينا للتصفيق والسلاسل، وثوراتنا لم توصلنا سوى للمشانق. أتلو تخيلاتي على المارة، على يميني الزقورات وعلى يساري سجن أبو غريب، لكأني فرغت توا من تفقيس أحلامي حتى تخطتني شفتاها المنفرجاتان إلى كأسه المترع، فأرسلت تأوهاتي إلى السرير وقيئي إلى الوطن وسروالي إلى الله. أرمن نرد عظا كأن دورة لذاذاتنا مسافة ما بين زفيرين نطيلهما بالاختلاسات. أعبر شارع أبي نؤاس، أعبر البيكاديلي، أعبر باب توما، أعبر جسر مالمو، أعبر قافزا أرداف التاريخ وأصابع الجغرافيا وإشارات المرور. ما وجوه الذين نحتوا وجه أبي الهول؟ أين انتهى الرمح الذي حمل رأس الحسين؟ ما أسماء الذين صعدوا على ظهورهم المحدودبة عرش إيميتس إلى الجنائن المعلقة؟ والدليلة السمينة تضحك. التاريخ لا يحفل بالأشياء الثانوية، وعجيزتها لا تحفل بنا، وهي ترهز لصق أسد بابل مشيرة إلى أسنانه التي تلمع بالشهوات المندلقة منذ 3000 عام على جسد الضحية. ما اسمها؟ التاريخ لا يحفل بالأرداف الثانوية. حياتنا نصوص مسردة عبثا نلصقها مع بعضها كي تدل على معنى، كأنها أكثر من حياة
لكنها لا تعنينا. أنا ذاهب لأمشط شعر البحر، وأنتِ إلى أين؟ كانت المدافع تطلق نيرانها باتجاه قرى ديرقلة، وفي الفراغات التي ستلي حياتي أسجل في المفكرة ما يلي: ليلة السبت كانت السماء متواطئة مع الحرس، وأسفل المشنقة صديقي حميد الزيدي وبول كثير. أرمي النرد عيناه منفوختان، والفوهات السود تقف قبالته تماما، تحصي ما تبقى من ذرات حياتي العالقة في فضاء الزنزانة، وهي هناك تنحني على البلاط المكسر، تلحس عضو الضابط بفم متوسل وسروال منزوع للنصف. أدخل يا قمر بني هاشم، أدخل يا سيدي المذبوح بكربلاء، أدخل في البيانو متشحا بزهرة الرماد، مدوزنا عوائي، بينما أمي تشر بانكرياس أبي على سطوح الأدعية وتعلق التماساته المبللة، وأنا أختبئ خلف التنور جائعا أسأل من كل أطرافي: أدخل يا سفير الحسين، أدخل يا حفصة، أدخل يا طوعة، أدخل يا سيمون دي بوفار، أدخل يا صعصع بن صوحان، أدخل يا جوجل، أدخل يا عشاش السنونو، يا إجراس الكاتدرائيات، يا حقن مورفين. هكذا تقوس ظهري بعد 50 عاما من الكتابة، خلفا ورائي ضراطا. عام 1944 مات ماكس جوكو في إحدى معسكرات الغستابو. عام 2003 مات جان دمو ثملا في غرفة لدينا في سيدني. عام 1980 اختفى صديقي علي رماحي في دهاليز أمن النجف ودمعتي أيضا. عام 1984 كنت في اسطبل مهجور الحيوانات أواصل هذياناتي على صناديق الار بي جي 7 بينما فساء سيد حرز يخدر المخيلة. أنا جواب الكلمات، خطواتي خيباتي المتكررة، وسعال شهوتي يوقظ المارة، لكأن الورقة مرايا المخيلة، لكأن النص أحلامنا الحائضة، لكأن زفيرنا حفر في الهواء. علامة نرقق التاريخ وهو فض وأعمى، علامة نلمع الكلام وهو فائض على الأيام والحاجة، علامة تتنحنح المحبرة وفي الدم حبر كثير. ليس لي أكثر من نجمة توصلني بالليل. أركض في عري الشوارع، فاعلات فاعل فاعلات. أركض في عري الشوارع المديدة، فاعلات فاعل فاعلات. أركض وورائي حشد من التقارير والرمل، فاعلات فاعلات فاعلات. أركض وورائي هجاءات الفرزدق وجرير ومسند بن حنبل الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. أركض مسرعا ووراء النرديون والحزبيون، مستفعل مستفعل فاعل. أركض وراء الهزج، مفاعيل مفاعيل. ينفتح المشهد تاركا أوراق حياتي تتطاير من على الطاولة في هواء اللغة الخفيف، فاعلات مستفعل فاعلات. أرنو إلى عين خلف جريدتي تتلامض كفوهة مسدس تحظي أنفاسي، وأنا غارق في نظم قصيدة على إيقاع المطر المنسرح، مستفعل مفعولات مفتعل. متسللا إلى غرفتي والرصاص يهمي في شارع رشيد ويمشي في السطوح الخفيضة، منهمرا في المزاريب المحمضة. أقوم للمغسلة، أنفض ثيابي من الكوابيس والصراصير، وآخذ النهار معي إلى المكتبة البريطانية. الكتب نائمة رغم أن الساعة جاوزت 10. انحنت الموظفة على بطاقتي حتى بان نصف صدرها، فنسيت اسم مؤلف اسم الوردة وهو أكثر سطوعا. تركتها أتتبع قهقهاتي على الرفوف، وأمضي إلى دائرة التجنيد، أتبع تسلسل اسمي في قائمة القتلى أو الأسرى أو المفارين، فأجدهم يشبهونني جميعا. أختبئ كلما لمحت شرطيا أو ظلا عابرا. يا إلهي، أريد مرة واحدة ألقي رأسي على وسادتي أو حذاء المثقوب، ولا أسمع وقع جزمات تتدارك. فاعل مفاعل فاعل 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 خببا فعل فعل فعلا باتجاهي. ينط نهداها شبقان أمامي يتقافزان كعصفورين ينقين على طاولة المطالعة، ينقران الحروف، بينما يتطلع أمبرتو إيكو مذهولا وراء الأصمعي وابن مالك وحسين مردان. والمناضل
ببزته الجديدة يترجل من اللافتة المنصوبة قبالة بيتنا، ويتجه خفيفا فاعلات مستفعل إلى محل شرب الكحول. اشترى زجاجة ويسكي فاخرة وصاحبي ولد تعال، المسافة بين سترته والرصاص الذي انهمر سريعا عام 68 أضفى على المشهد شرحا لا يليق بقصيدة نثر معاصرة كما يراها جاك سوب. صاح المخرج ستوب، وعاطبي ولد تعال اركض سريعا، مستفعل فاعل خائفا يا ربي ماذا فعلت، أركض مستفعل يا ليل مراد، أركض فاعلات يا باب المراد، أركض يا مايكوفسكي، أين أنا من هذا الألق والرماد؟ قلت اتركوني لحالي، غير أن الرصاص اشتد أكثر وأصبحت المسافة بين أمي وصراخها بي اهرب يا ولد لا تقدر بثمن. كأن نقفز الهواء إلى التاريخ غصنا غصنا أو سطرا سطرا، فيما السماء كأداء تنظر بأكثر من عاصفة. أتدلى وكثيرا ما أتدلى في بئر الشك كدلو سؤال مثقوب، يملوني العقل ويفرغني النقل ولا أصل. واختبصت في يدي النرد فصول القص، وتدافعت حروب المرايا والسنابك والأشكال حتى على العجاج وسد الفجاج، ثم انبلج عن خيول تتراكض باتجاهي. وترجل خالد بن الوليد، ماذا تريد مني يا لاعب النرد؟ وقد انطوت بيننا 1000 صفحة وطعنة، وأمسك بياقة سليمان القانوني، وعدتني فانسكبت المحبرة أمامي وغطت الأوراق فلم أعد أرى شيئا. وقبل أن أمسح القطرات عن ثيابي التي تسربلت بالحبر والدم، سمعت هياج الملك سليمان أتتلصلص على فراشي وألف ليلتي يا ولد يا مشلحف. ثم زعق صدام اتركوه لي، وعطاه لاكو باللي، ورفسني هنري الثامن بل دعوه لي، لمتى تجاهلتني ونردك سارح. وصاح النرد بل اتركوه لي لينتهي مني، فلم يتبقى له من دولاب الأيام سوى ربع دورة أو بعضها قبل أن تجره منا الكورونا. أتناول نومي على الرف في قنينة اليوم، وأتمدد على حافة السرير العاري كفكرة لا حدود لها. ثمة شيء فاسد في الغرفة، لا بد أنها حياة منسية ترك أحدهم وراءه. ويحدث أن وقريبا من نافذتي أجلس وأكتب غارقا بإكمال نص الأخير، وأنا أرى فرس الموت يرعى في إسطبل أيامي. أحيانا أنهض بتثاقل، أقدم له الحشائش والورق والأحبار كي لا يعلو صهيله. وعلى بعد مصطبة منا في حديقة النسيان تجلس الحرب واضعة ساقا على ساق، تتأمل مثلنا الطريق المظلل بالليلة والهمسات، غير ملتفتة لنا نحن أولادها العاقين الفارين منها المنشغلين عنها. ثم فجأة تنتبه لأصابعنا التي تشابكت غير الغصون المتشابكة فوقنا، فتنهض على عجل تفل خيوط الوهج عن بعضها، تلملم الليل والهمسات والمصطبات عن ذاكرتنا ولا نراها أو نشمها. كانت تمشي على شكل تاج مهتاج في الطرقات الخالية، حرب وموتى ولا جيوش ولا قنابل. مذكرات الكورونا 2021 2022. لندن، وعابرا شوارع مقفرة لا أحد يصافح أحدا، وحدهما يداك ظلتا عالقتين بأصابع إلى الأبد. وخلف المطر خلف نافذتي، لماذا يسرد النرد كل هذا؟ قطرات بلورية شفيفة تنسل عبر التماعات ضوء المصباح، تنحدر نحو الورقة، تلامس فخذ جارية ملتمعا انتهت لتوها من ترتيب سرير الخليفة لجارية بكر جلبت من سمرقند، مستعدة التفاصيل نفسها، وهي تمسح تلك البقعة المتيبسة برفق كأنها تمسح الاختلاسات المحمومة الممتزجة بأحمرها وأبيضه. ولم تنتبه أنه فصل صيف القرن الثاني الهجري في بغداد العباسية. وأطفأت القنديل الزيتية في الحجرة، وأطفأت صديقته سيجارتها الكنت في القسم الداخلي بباب المعظم. ولم تنتبه أنه القرن العشرون الميلادي. وأطفأ الشاعر المصباح الكهربائي في شقته اللندنية، ولم ينتبه أنه القرن 21 الميلادي. ولم ينتبه ليحمل معه مظلته. ولم أنتبه لانحساري ثم توهجي فحيحها أمام تعالي صوت المؤذن. ولم أنتبه لأنبه النرد لسيف الخليفة المعلق فوق
سقف ذاكرتي وقد علاه التراب والذباب دون أن تنقطع تلك الشعرة عنه ليسقط أو ليتركني. كان المطر خارج النص لا يزال يهطل بين ورقتي جافة يابسة الحلق تنتظر قطرة حبر منذ زمن لم أدون شيئا أو يملوني شيء وأنا أمام النافذة أنتظر، والنافذة داخل النص تنتظر، تنفتح تنتظر، والمرآة أمام المرأة تنتظر، والمرأة خارج المرآة وداخل النص تنتظر، والحبر أمام الورقة ينتظر وهي تنتظر، والشاعر أمام النرد والمطر والنافذة ينتظر، والنافذة خلف النص تنتظر. من يفتحها؟ أقوم لأفتحها فيسبقني النرد فينفتح قوس الكلمات يدور كأنه هواء طازج دخل التو إلى غرفة رطبة من قرن سحيق يشغلها شاعر صافن خلف الكوة يتابع سحب الرشيد وبابه تدق. يقوم ليفتحها فيجد أمامه شاعر مثقل الروح من سحب دخان ثقيل طائرة حربية عبرت حياته وغطت كل شيء. تدق الباب فلا أقوم لأفتحها هذه المرة، لكن وتدخل جارية لم أطلبها حاملة قارورة خمر صافية كعينيها تضع على طاولة من الأبنوس دون أن تدير وجهها لترى استغرابي من اقتحام ورقتي وغرفتي في هذا الليل، واستدارت دون أن تلمحني أيضا، وظلت تتمايل بلطفيها وتتنهد كأن ثمة شخصا آخر يخاصرها. رمت شالها على سريره فبان عن قميص شفاف لا يستر شيئا. أمد يدي أتلمسه فتفزع كطير قطع وتغيب فجأة. أقوم أعب كأسا من إبريقها فأجده فارغا، يبقى المشهد فارغا. كيف أملؤه؟ تستدير عين النص إلى المطر وتتابع بلل الشجر والعابرين في شارع كنزكتون، وثمة عاشقان يفوتهما الباص فيتعانقان يلتصقان بعمود المحطة غير عابئين بالقطرات والنظرات المتزايدة ولا بالموكب المهيب المارق سريعا في تلك اللحظة بالذات في شارع المنصور بالذات قرب بغضة الرواد بالذات حين دوت طلقات فانتبه وفزع وهرع وغاب عن النص. وأردت أن أنهي النص هنا وأذهب به إلى المطبعة، لكن النرد أبى وحرد وتنحر وظل جالسا في غرفته طوال الليل يتابع التلفاز. حادثة اغتيال نجل الرئيس كان ينظر إلى الفوهة والزناد ينظر إليه، وأنا أنظر إلى الشارع الذي انسحب فجأة من تحت الأقدام، والأقدام تنظر فجأة إلى طشار الأحذية المتروكة، والأحذية المتروكة تنظر فجأة إلى التلفاز يعيد تنظيمها بمسيرات حاشدة، والمسيرات تنتظر فجأة إلى اللافتات تخفق فوقها، واللافتات تنتظر فجأة إلى عدسات الكاميرات، والكاميرات تنتظر بتوعد إلى بوظ الرواد. تركتهم ولم آخذ بوظتي، وأخذت كتابا علميا عن بوذة القز، تركته وأخذت كتاب الثابت والمتحول، تركته وأخذت كتابا عن قصر النهاية، تركته وأخذت كتاب Death by Black Hole، تركته وأخذت كتاب آخر، تركته وأخذت كتابا قديما كان عنوانه مطموسا بالمرة ومن الفصل الأول بل من الصفحة الأولى بل من السطر الأول بل من الجملة الأولى. أدركت أنه يحاول إقناعي بأن جيوشا من الدود وافاع بطول 500 ذراع تنتظر جسد المسجى حتى قبل أن أصل. النص طبعا أنا قطعت به ومزقته تمزيق لأنه لي شغلات ما ممكن تنقرأ، فتعذروني. هذا مقطع من النشيد أوروك. أما الآن يعني اسمحوا لي بس دقائق قليلة أقرأ من النصوص القصيرة جدا. نعم تفضل. للمفارقة. رسام قبل أن يكمل هذا القصيدة، رسام قبل أن يكمل رسم القفص فر العصفور من اللوحة. هذه قصيدة واحدة، واللي قرأتها كانت قصيدة واحدة. خطوط أيضا قصيدة واحدة. أنت تمضي أيها المستقيم دون أن تلتفت لجمال التعرجات على الورق. أنت تملك الوصول وأنا أملك السعة. سهم لحظة الانعتاق الخاطفة. بماذا يفكر السهم؟ بالفريسة أم بالحرية؟ قصائد البحر. أكل هذه الثورات التي قام بها البحر ولم يعتقله أحد؟ قصائد المطر. يلعق المطر جسدك، ياه
كيف لا يغار العاشق. وطن، كلما كتب رسالة إلى الوطن أعادها إليه ساعي البريد لخطأ في العنوان. منفى، لكثرة ما جاب منافي العالم كان يمر منحنيا كمن يتأبط وطنا. فماذا؟ انطفأت أضواء الحانة وانطفأ العالم، لكن الرجل المخمور ظل يدور بحثا عن سبب واحد يوصله للبيت. مرآة، رجل سكير شبق يخاصرك في الحانة وأنا أرقبه بغيرة رغم أنه لم يكن أحد سواي. ضفائر، شعرك الطويل يهطل على الورقة وأنت تكتبين، شعر يدون نفسه. عندما لم يرني البحر ترك لي عنوانه زرقة عينيك وغادرني. رجاء، عمر أو 10 أعمار لا تكفي يا ربي كي أشبع من صحن أنوثتها، فامنحني إياها بدلا من حورك والأنهار، أو ليست لي حرية أن أختار. جميل. آخر قصيدة راح أقراها هي أريدك. اليوم أيضا نزلت مع مقطوعة للفنانة جانيت عزفت على على البيانو عفوا. القصيدة موجودة مباشرة في الصفحة. أريدك، وكما الأرض مقفرة تتضرع للغيم أن يهطلا، وكما الغيم يحتاج حقل سماوات يركض والهيل وجذلا، كما والسماوات مثقلة بالنجوم وتحتاج ربا ليرفعها للعلا، وكما الرب يحتاج أخطاءنا ليضرب في وسع غفرانه مثلا، وكما خطئي لا يكون إذا لم أكن شاعرا حالما حائرا ثملا، وكما الشعر والخمر منك وفيك إليك وعنك بهاء ووردا ومكتحلا. أريدك كيما أؤكد معنى الحياة ومعناي، كيما يؤكد حسنك لا منتهى، وصلت إليك ولن أصل. شكرا. تسلم، شكرا جزيلا على هذه القراءات المهمة التي تعطينا الانطباع ولو بشكل بسيط عن شكل القصيدة عند عدنان الصائغ. وأخي عدنان، يمكن السؤال يسأل أنه ما هو الشكل الأقرب إليك؟ يعني أنت تكتب في هذه القصيدة الطويلة تصل إلى هذا النص، نص النرد أو نرد النص ب1300 صفحة، ثم تكتب القصيدة اللي هي عبارة عن كلمات معدودات في سطرين مثلا. فأين نجد عدنان الصائغ؟ أين تجد روحك وهي تعبر عن هذا الإبداع في القصيدة، وتعبر عن مكنونات ما تشعر به للإنسان وما تشعر به للوطن؟ تفضل. عفوا استاذ عدنان، خلينا اضيف نفس سؤالي هو اللي صاغه استاذ عامر في اخرى، يعني قريب، يعني حتى نكمل بعض مع بعض على هذا الاسقاط. بمعنى يعني المشاعر والخيالات في القصيده القصيره او الهايكو، والقصيده الطويله في نص النرد او في نص اوروك، ما هي المشاعر التي تنتاب عدنان الصائغ في كتابه الحالتين؟ هذه المسألة يعني أرجو أن تضيفها إلى سؤال العزيز عامر. تفضل. شكرا للحبيبين الصديقين على سؤالهم. الحقيقة القصيدة مثل الوطن، ينظرون بها إلى أن شبعوها أهلكوها بالتنظيرات، التنظيرات السياسية الوطنية، التفاصيل. القصيدة أيضا شبعت تنظيرات وهي خارجة عن كل التنظير. هناك الآن اليوم بعد ثورة السياب على الشعر قصيدة التفعيلة، بدأت قصيدة النثر، وقسم يرجعك إلى القصيدة العمودية أنا أرى أن الشعر هو الشعر، سواء كتب عموديا أم كتب حر أم كتب قصيدة نثر أو كتب النص المفتوح مثل ما قصيدة نرد النص. أيضا بمعنى أنك ترى آلاف القصائد العمودية، وأنا قرأت ما قرأت، هي بالمناسبة الحياة وأيضا القراءة هي اللي
أعطتني هذا الدرس المهم أكثر ما أعطاني دروس النقد وهي دروس مهمة، والنقاد هم ناس أجلاء في بحوثهم، لكنه التجربة هي مرات تنطي وهي تعلم. وجدت قرأت موسوعة كبيرة من الشعر العمودي، ووجدت أطنان من الدواوين لكن ماكو قصيدة، ماكو شعر. وقرأت أطنان الآن تشوفون بالفيسبوك وقصائد النثر وأطنان، وإلى أن انهرينا ولا تجد شعر. الشعر يكمن في روحك، في فكرك، في الشارع، في أي شيء. فجربت وليس أنه أنا اللي ذهبت إلى التجريب، وإنما هي الأشياء جاءت كالآتي. أنا معروف بالقصائد، أنا كتبت بداية حياتي في الكوفة، في مدينة الكوفة. بدأت شاعر عمودي مع الشاعر المرحوم علي رماح اللي أعدم النظام بال 1980. كنا نكتب قصائد عمودية ونتسابق بالقصائد العمودية، وكنا نرتجل. فبدينا يعني ما عندنا مشكلة بالعمودي. بعدين الحالة أنه أنا في يوم أثناء بدأت الحرب، وأثناء الحرب كنت أنا في البصرة أبحث بين الجثث وكذا عن أخويا اللي كان بوضع. بعدين في هذا الوقت أنا طلعت على الماغوط، وجدت نفسي أنه العمود ما الشعر العمودي يعني سياقات وكذا، لا الثورة في الانفعالات. وجدت نفسي أنساق مباشرة إلى قصيدة تفعيلة وقصيدة النثر، اثنيناتهم مباشرة. لكنه لم أترك القصيدة العمودية، وبنفس الوقت أنه أيضا أكتب القصيدة المتوسطة وأكتب القصيدة القصيرة، في حتى من الدواوين الأولى في قصائد قصيرة. في يوم من الأيام أنا في المعسكر 84، أنا لبست العسكرية من 1980 إلى انتهاء الحرب، يعني 8 سنوات أنا في الحرب العراقية الإيرانية. خلوني في منطقة اسمها الشيخ وصال. هناك طب الضابط باختصار شديد لقى كتب عندي وكذا، راد يعاقبني، واني خلوني ذبوني باسطبل مال الحيوانات. عشت بالاسطبل فتره طويله. هناك بالاسطبل بنفس الفتره اجى احد يحمل خبر صدور ديواني الاول اللي هو انتظرين تحت نصب الحريه، وكان احتفاء به جيد جدا في بغداد، حتى ان عبد الجبار داود البصري كتب مقاله عنه في جريده الجمهوريه صفحه كامله. وانا هناك مرمي في الاسطبل، وهناك محتفى به بالاضواء. فبدت أبيات بسيطة أقول بها في المحافل أو في المزابل لا فرق، في حجر الشرق كذا كذا. وبدأت أكتب على شكل هذيان. بعدين طورت القصيدة، أخذها غانم حميد، عمل من عدم مسرحية الذي هذان الذاكرة المر بال89، ثم الذي ظل في هذان يقظان 93. ثم تطورت طلعت للمنفى، طلعت 93 من العراق، ومشت وياها بالأردن، انفتحت أكثر بالبيروت، استمرت بها 96 طبعتها بعد 12 سنة من كتابتها الأولى. وجدت صارت قصيدة طويلة حوالي 550 صفحة، هي كتبة نفس. وقلت هذا آخر عهدي، لأنه أتعبت تماما. قلت هذا آخر عهدي بالقصيدة الطويلة، لأنه أنا أحب القصائد القصيرة. فجأة انبثقت فكرة نرد النص بشيء أيضا قصة أخرى لا تخطر على البال. بعد ذهابي وحركتي السريعة بالمطابع في بيروت عن أطبع نشيد أوروت، أو اللي هو هذا، كانت المطبعة تجيبني ومطبعة توديني، وهذا يقول لي احذف، وهذا يقول لي سوي، وهذا يقول لي كذا. أنا كما هي الأشياء. في يوم اقتنعت دار الأمواج متفضلة أن تطبع الكتاب كامل بدون أي حذف. في الأردن طالبوني 49 أو 49 صفحة أن أحذفها، ضرورات يعني فكرية ودينية وسياسية إلى آخره، يعني تعرف الرقابة لكن هاي الدار قالت أنا أطبعه كما هو. فأنا ذهبت إلى المطبعة وديت الكتاب ورجعت متعب. قلت لأولادي مهند ومثنى كانوا عمر 6 7 في بيروت، قلت لهم خلوني اليوم أنام فقط لأنه أنا تعبت وأريد أنام. وقالوا بابا بس نلعب بالزار، هذا طاولة مشروع. قلت لهم بس بعيد،
أنا فعلا نمت نوم عميق، وفجأة وراء نوم أشوف الجار يدحرج مسافة طويلة ويجي يلوحني هنا ويقعدني. فوجد يعني لزمت النرد بس فقط صافن عليه. هم يعني خافوا انه انا اعاقبهم او شيء، قلت لهم لا انتظروا، هذا ليش جاني وانا ليش هنا ببيروت وليش كذا وليش يعني بدات التساؤلات. بدات اكتب ايضا على اساس قصيده هم صفحتين 10 لا كلش 3 صفحات، وبدا يدعلب وياي. فجاه كان الناس مخبوصه انطلع عن نشيد اوروك، وكان كتبوا النقاد عنه كثير ببيروت يحتفلوا به. فلقاني المفكر علي حرب، قال لي ماذا تعمل بعد بين قوسين يعني معجزتك نشيد اوروك؟ قلت له والله دا افكر بكتاب قصيده صغيره اسمها نرد النص. قال لي قلت شنو الفكره؟ قلت له انه اقدارنا تلعب بينا. والله شو شجعني اشوف ثانيه مقاله عنده او عمود كتب انه عدنان الان منشغل في نرد النص. اشتغلت بدت الاشياء، وكنت سنه اقول انا راح النرد هذا يخلص هالسنه، هذا اخر شيء. حتى انه استمر 10 سنوات 15 سنه كذا. حتى قبل اعلنت قبل الكورونا انه هذا الكتاب جاهز للطبع. حتى انه رزاق ربعي مره قال لي يا عدنان ترى اصدقائنا يقولون هذا ترى ماكو كتاب، ماكو كتاب صار له اكثر من 20 سنه ولحد ما طالع. هسه نرد النص نشيد اوروك استمرت به حوالي 12 سنه وانتهى وطلع. بس هذا معقوله؟ شو بعد ايش عندك؟ ايش راح تكتب ورا 500 صفحه نشيد اوروك؟ ايش راح تكتب بعد وصار لك 20 سنه؟ قلت له والله ما ادري، هذا العمل. بس انا ادز له بين فتره وفتره. عفوا ما كنت ادز اي نسخه من المسوده، لانه الفكره مالته مختلفه، الفكره مالته جنونيه، الفكره مالته خارجه عن سياق الشعر وخارجه عن اي سياق. فكنت محتفظ به يعني. عدا نشيد اوروك انا كنت المسودات ادز الاصدقاء يطلعون عليها يشوفون يعطوني ملاحظات. هذا للاخير لا، الى ان قلت اخر شيء لما ادز يلا. ف ادز الطبع انا تونس كنت، وقلت خلاص هاي جينا وصلت لندن قالوا جو فتشونا قالوا الكورونا وما شنو القصه، قالوا اكو مرض كورونا وانتش. قعدنا بالبيوت حوالي سنتين وتعرفون ان شاء الله. فعدت مره ثانيه الان عدت مره ثانيه الترتيبات والاشياء ودخلت الكورونا ما ادري وين طبت ما ادري وين، فاخرتني ايضا. الان اخر شيء 2022 قلت هاي بدايته يجب ان تكون النهايه. ففعلا كملته كبسته و1380 صفحه الى نرد النص. وانا فخور ان اول من كتب عن هذا النرد هو الدكتور الحبيب سعد التميمي. كتب دراسه عنه في الاقلام ستصدر قريبا، وكتب اكثر من مكان. وايضا حكمه الحاج ايضا اللي هو صمم ايضا هو اللي عمل المدخل مالت النص بطريقه غريبه يعني على الطريقه القديمه، هو خطب بايده. وايضا قام ندوه 3 ساعات عن نرد النص. فالقصد انه القصيده الطويله هي جرتك، مو انت رحت عليها. والقصيده القصيره هي جر عليك، هي تقول لك يعني عندما لم يرن البحر ترك لي عنوانه زرقة عينيك وغادرني. خلاص ما اقدر اضيف الى بعد اي سطر، وما اقدر اخر من عندها اي كلمه. فالقصيده القصيره او الهايكو او التكوينات او التلميعات هي عالم اخر، والقصيده الطويله او المتوسطه او الصغيره او كذا هي عالم اخر. والاشكال، وايضا نرجع نقول الاشكال هي تمضي مع النص. هذا في نرد النص قصائد عموديه، وقصيده تفعيله، وقصائد مكعب، قصيده يعني نسيت اسمها، قصيده تكون على قالب، على شكل قالب. فانا اترك للقصيده هي ترسمني، وليس اسعى لها هي ان تاخذ الى مجالاتها. اسف اني طولت لانه هذا سؤالين من نعم شكرا. وانت تشاركنا اخي عدنان هنا طقوس الكتابه عندك وطقوس لحظه الابداع، يعني هذا النرد عندما
جاء وأنت نائم مثلا ووجدت أمامك، فهي كانت لحظة قدحة الإبداع مثلا عندك في موضوع نرد النص. طيب احنا أشرت إلى الأخ الأستاذ دكتور سعد التميمي، والدكتور سعد معانا، ويسمح لنا دكتور فضل الله أرجع لك بعد قليل. دكتور سعد تفضل أخي العزيز. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك على هذه الجلسة. تحياتي للعزيز شاعرنا المبدع الأستاذ عدنان الصاغ، ولجميع الأصدقاء مع حفظ المقامات. عدنان الصاغ، أنا يمكن قريبا هناك مقالة ستخرج من مجلة الأقلام عنوانتها بجدلية الاغتراب والتجريب في نرد النص. الذي يقرأ هذا القصيدة، الديوان، الملحمة، النص المفتوح، في كثير من القضايا التي تفرد بها عدنان الصاغ. واحدة من هذه القضايا أن هذا النص أو هذه القصيدة أو هذا الديوان أعاد قراءة لم أقل كل السرديات بأشكالها المختلفة وأنواعها المختلفة، أقول معظم السرديات الدينية، السياسية، التاريخية، الأدبية. أيضا مما يتفرد بهذا العمل الجرأة، والجرأة في التجريب. وكأنما عدنان الصاغ لا يتحدى الآخرين، وإنما يتحدى نفسه. لأن عندما كتب نشيد أوروك بما يقارب من 500 صفحة وبفترة زمنية قاربت 12 عاما، هو تحدى نفسه فكتب هذا النص ب1380 صفحة بما يقارب من 25 سنة. في هذا النص التجريب ليس على مستوى اللغة، وإنما على كل المستويات. هو الآن يقول في حديثه قال: لم أقرأ، تركت كثير من القضايا. هذه القضايا اللي هي التابوات، اللي أحيانا يمكن ما جعل نرد النص أنه الآن أحيانا هناك رهبة للدخول فيه، لأنه أشبه بحق الألغام أن تكتب عنه، لأن كثير من القضايا التي أحيانا تمس كثير مما يسمى، خليها بين قوسين، ما يسمى بالمقدس، ما يسمى، وخليها بين قوسين. من التجريب الآخر اللي في هذا الديوان الأشكال الشعرية. الأشكال، يعني إحنا دائما كثير من الشعراء يقولون، وهذه كانت كلمة تقليدية ليست واقعية وحقيقية، عندما يقول أنا لا أكتب الشعر يكتبني. هذه كانت كلمة تقليدية، لكن في نرد النص هي حقيقة. هذه ما كان يكتب هذا النص هو النرد، ولعل ما يؤكد ذلك العنوان الثاني اللي وضع يعني عدنان الصاغ في الديوان الأول اللي هو نشيد أوروك، عندما قال: هذيانات داخل جمجمة زرقاء لا علاقة لها لعدنان الصاغ بها. وهنا عدنان الصاغ يعني بطريقة تختلف عما فعله كثير من الروائيين عندما استعادوا التاريخ فيما يسمى الروايات التي وظفت التاريخ. عدنان الصاغ في هذا النرد، في نرد النص، أيضا استعاد التاريخ، لكن استعاد بالوقوف عنده
صاحب موقف من هذا التاريخ. أنا لا أريد أن أفصل نرد النص عن نشيد أوروك، والدليل على ذلك نشيد نرد النص بدأ بآخر مقطع من نشيد أوروك اللي هو فوق غصون المصاطب ودعتني ومضيت وحيدا ومضيت وحيدا لمن فاك. هذا آخر مقطع بنشيد أوروك بدأ به عدنان الصاغ في نرد النص. يعني كثير، يعني أنا الآن أمامي نرد النص لا يفارقني، أقول نرد النص مما يحسب له تستطيع أن تفتح لا على التعيين من أي صفحة وتقرأ وتكتفي. ما يعني هو لا يمكن أن يقول، قد يسأل البعض وكثير من الأصدقاء من الشعراء يقول يعني هل أكملت نرد النص، قراءة نرد النص عندما كتبت عليه؟ قلت أكون صادق معك، لم أكمله، لكن أنا أقول كتبت عن جانب ما عنده، وممكن بعد ذلك هناك مشروع أن يكون هناك كتاب كامل عن هذا النرد، لأن نرد النص ممكن عينة ما عنده تنطيك صورة، لا يعني الآخر هو تكرار. هناك إضاءات أخرى في نرد النص، ممكن أن تقرأ من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار، ومن فوق إلى تحت، ومن تحت إلى فوق، وهذا موجود حتى في متن نرد النص. نرد النص تضمن القصيدة الشطرين والتفعيلة والنثر. نرد النص قدم نموذج جديد في توظيف الأشكال الهندسية في كتابة النص الشعري، ليس هي تختلف عما يسمى قديما، كان عندنا في الشعر العربي ما يسمى بالمشجرات، هنا لا، توظيف الأشكال الهندسية في، وأيضا التوزيعات الأسطر، ودخلت حتى اللغات الأخرى، هناك نصوص باللغة الفرنسية، أيضا دخلت العامية في نرد النص في بعض الأجزاء ما عنده. وأنا في جانب أقرأ فقط مقطع من هذه الدراسة. أقول هناك قول للفيلسوفة الفرنسية سارة كوفمان، تقول ليس عبثا ولا متنافرا ولا أحمق أنه أن يأتي النص قد يكون لعبة نرد النص. كل ضربة نرد تشيد لعبة تكون في آن واحد منفتحة ومنغلقة، وهو نداء للتفكيك لبناء لعبة جديدة. وهذا الجنوح نحو القصيدة الطويلة جدا والنص المفتوح الملحمي يأتي رغبة من الشاعر عدنان الصاغ في ترجمة الاغتراب النفسي الذي عاشه في الوطن وعانى منه في المنفى. ما زال الاغتراب موجود في المنفى، وهذا ما دفع لهذا النص إلى نص ينفتح على جميع السرديات التي تحكمت بالإنسان منذ أن انتبه إلى وجوده، وبدأت الأسئلة تتوالى على سر هذا الوجود. ولأن المضامين كبيرة وذات أحداث ملحمية وما زالت مستمرة هذه الأحداث، فقد اختار أن يكون النص مفتوحا لا تحدده مقاسات القصيدة المتعارف عليها ولا الديوان بأعرافه، ولكن الخيار بقي محيرا، فإن الصاغ قرر أن يترك للنرد القيادة في استدعاء السرديات وتفكيكها وإزاحة المقدس عنها. ولذلك حذر المتلقي الذي يتصدى لقراءة النص، وهذا موجود في مفتتح اللي صمم العزيز حكمة الحاج بخط يده، حذر في وسماها تحت عنوان فاتحة قبل ولوج النص، فاتحة قبل ولوج النص، في تعالق مع فاتحة القرآن، إذ يحذر المتلقي من أن العجلة والكسل والخجل والغفلة والأدلجة بأنواعها الدينية والمذهبية والحزبية والطائفية والفكرية والعرقية، هذه حذر منها عندما نقرأ هذا النص. بالفعل عندما نريد أن نقرأ هذا النص يجب أن نحرر
عقليتنا، ذهننا من كل مقدس حتى نستطيع أن نتفاعل مع هذا النص وأن نقف عند جماليات هذا النص. جماليات هذا النص مختلفة. أنا أقول يمكن ما دفع عدنان الصاغ لكتابة نرد النص، الخوض في هذه التجربة، هو تحدي السؤال. قصيدة النثر طالت لفترة طويلة، المعروف هناك تحولات تمر فيها القصيدة. يعني عندما نتحدث في الأربعينيات عقدين من الزمن وتحولت، صار هناك تحول من قصيدة التفعيل إلى قصيدة النثر. الآن من الستينات لحد الآن 6 عقود وما زالت قصيدة النثر هي اللي متسيدة نقول على الساحة بوجود بقية الأنواع الشعرية. لكن عدنان الصاغ كعادته في تحديه أراد أن يقدم شيء جديد. عندما نقول قصيدة النثر، هل يمكن أن نسمي هي تضمنت قصيدة شطرين وقصيدة تفعيلة ونثر، لكن هل هذا فقط هو التنويع في الأشكال الشعرية؟ لا، فقط هناك التجديد على مستوى البناء، بناء القصيدة. القصيدة استضافت السرد وحولته من سياق ما موجود في القصة وفي الرواية إلى أن يتسم بخصائص شعرية. عندما تقرأ السرد الموجود في نرد النص أنت تقرأ نص كامل الشعرية، لم يفقد شيئا من هذه الشعرية. الشعرية موجودة على مستوى التلاعب في المفردات لغايات مختلفة. من هذه الغايات هو ضرب كثير من المقولات التي تحكمت بحرية الإنسان. في الأخير نرد النص يريد النتيجة. الذي يقرأ نرد النص ماذا يريد عدنان الصاغ من هذا النرد؟ يريد من نرد النص أن يتحرر الإنسان من كل القيود المفروضة عليه، وأن يكون حراً، وأن يكون حراً. الكثير مما يمكن أن يقال عن نرد النص. إن شاء الله هذه المقالة ستصدر وسيقرأها الجميع، لا أريد أن أطيل. شكراً جزيلاً لك دكتور عامر. شكراً دكتور سعد، وبوركت جهودك أيضا في هذه العملية الثقافية، وأنت تنظر لموضوعة القصيدة الحديثة العربية الحديثة. واليوم نشر مقال أيضا في واحدة من الصحف العربية الصادرة في لندن لكاتب وشاعر عراقي يقترح فيها في موضوعة الأسماء والمصطلحات عن موضوع القصيدة الحديثة أو قصيدة النثر، خلينا نقول، أو الشعر الحر. لماذا لا نسميها بشثر بين الشعر والنثر؟ فهو الرجل يقترح هذا، هاشم شفيق، في مقالته هذا الموضوع. طيب، أطلعتنا مشكورا دكتور سعد على بعض التفاصيل في مقالك المقبل في مجلة أقلام العراقية. بالمناسبة هذه المجلة تصدر بشكل شهري ولا بشكل فصلي؟ فصلي. تقريبا 4 أعداد بالسنة. نعم. لا أجد لها موقعا مع الأسف على الإنترنت. قد يكون هذا في المستقبل القريب، لأن مجلة فاخرة أيضا، حتى نقرأ مقالك طبعا، وأتمنى أن تشاركنا المقال بعد النشر إن شاء الله. طيب، معنا دكتور فضل الله حامد فضل الله. تفضل دكتور حامد. الو، مساء الخير. نعم تفضل، اهلا وسهلا. مساء الخير. واضح؟ نعم واضح، تفضل. شكرا جزيلا للمنتقى، وشكرا لدكتور عامر. شكرا. حامد فضل الله من برلين ومن السودان. لهذه الندوة الجميلة، وتحية للشاعر الكبير عدنان الصايغ. لعلك تتذكر يا عدنان، التقينا في برلين قبل سنوات وسنوات وسنوات، وأعتقد أنك حضرت قريبا من العراق وقتها، يا دوبك قبل ما السويد. وأتذكر أنك أنت قلت يعني زرت السودان. وطبعا أنا سعدنا جدا بهذه الزيارة، وانضميت إلى الكوكبة اللي وصلت إلى السودان: محمود درويش ونزار قباني وأدونيس.
طبعا أنا لا أكتب الشعر، حاولته فاستعصى علي فتركته. السؤال: هل هناك شعراء مثلا تأثرت بهم أو تقول هم أثروا في كتاباتك مثلا، أو أنك هذا يعني خط منفرد لا تأثير من أي شاعر؟ السؤال الثاني: كيف استقبل شعرك المترجم؟ معروف أنه الترجمة في منتهى الصعوبة وخاصة للشعر. يعني أنا أتصور أنت ممكن تقارن الترجمة الإنجليزية أو السويدية مع قصائدك، إلى أي درجة يعني أنت satisfied بهذه الترجمة؟ وهل فعلا هذه الترجمات قدرت تعكس القصيدة العربية؟ والسؤال الأخير: كيف نحصل على مجلة أقلام؟ هل ممكن اشتراك فيها؟ هل ممكن واحد يحصل عليها؟ وهل هي تصدر في بغداد أو في الخارج؟ وشكرا. شكرا دكتور حامد، وبوركت جهودك. وأنت أيضا راعي منصة ثقافية جميلة هي ملتقى الفكر والحوار الثقافي، ومركزها في ألمانيا. شكرا لك جزيلا. تفضل أخي أستاذ عدنان، هل هناك شعراء تأثرت بهم أو أثروا فيك، وكيف استقبل شعرك المترجم؟ تفضل. شكرا دكتور حامد على مداخلتك الطيبة. وأنا أيضا ذكرتني بالموصل، صارت لي أمسية في جزيرة توتي. كنا مدعوين أنا والبياتي الله يرحمه، ثم ما قدر يروح ذيك الوقت، فرحت أنا. وكان الاستقبال شيء لا يصدق، أنه احنا صعدنا من النيل، والنيل الأزرق والنيل الأبيض كما تعرفون. فرحنا استقبلونا بالدفوف والطبول، قرية كاملة مدينة كاملة استقبلونا، وكانت في الشيء لا يصدق من الجمال. وبعدين سنة أمسية في أم درمان وفي القاعة الكبيرة. وأنا عندي أصدقاء قدامى من السودان، أنا عندي علاقات طيبة مع أغلب شعراء الوطن العربي. وهذه الأمسية ذكرني بها كان بالضبط 1995، فلا تزال طعمها في القلب وفي الذاكرة. بالنسبة لتأثير الشعراء، أنا لم يبقى شاعر بالكون ما تأثرت به، كلهم صغيرا وكبيرا، لأنه فعلا القصيدة تأخذني. أحيانا يأخذني سان جوان بيرس، أحيانا يأخذني المتنبي، أحيانا يأخذني الحبوبي، ساعة يأخذني عبد الرزاق الربيعي، ساعة يأخذني الروايات طيب صالح، يأخذني نجيب محفوظ، يأخذني شارلز ديكنز، يأخذني لوركا، مقطع قصيدة، شيء. أحيانا حتى مجلات بسيطة. قبل أيام كنت أقرأ في مجلة من البصرة صادرة، يعني وإذا في وفتني أمام أبيات حسيت خلتني أمام نص، ظلت أعيده وأعيده، لأنه الشاعر يجب أن يطلع على كل شيء. والتأثيرات، يعني غاندي أذكر كلمة حلوة له، يقول: لماذا لا أترك نوافذ روحي أو فكري مفتوحة للرياح الأربع؟ فأنا كل النوافذ مفتوحة، نوافذ روحي زائد نوافذ فكري، وأحاول أستفيد من كل شيء أمامي، من النص، من الشارع، من كذا. هو بهذا النرد نفسه. أنا في يوم قاعد أكتب، وحفيدي عمره 6 أشهر يبكي، وجابوه خلوه قدامي، قاعد يمي. أنا صافن، هو بدأ يكتب 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 يكتب. باوعت وإذا كتب نص ما مسحته، للآن موجود الآن في أحد الصفحات، ما أعرف وين تجد النص بخط إيده، ما حد ما عرفت إيش كتب، يعني عربي إنجليزي كذا. خليه، ليش لا؟ فأي نص يأثر بيك وبروحك، بورقتك، بقصيدتك، خليه تأثر به، اتهمه، تابعه. من قريت أنا أول تأثيري كان الماغوط. أنا كنت بالشعر العمودي والكذا والحبوبي والجواهري والمصطفى جمال الدين. فجأة أخذني، انتزعني الماغوط، وحسيت بالأمواج مالته تأخذني إلى مسافات أخرى. راحت البياتي أخذني مكانات أخرى. فالشاعر يجب أن يكون مطلع ويقرأ باستمرار، حتى
وأن لا يكون متأثر بمعنى الاستنساخ، وإنما لا تكون عنده رؤية خاصة له، وهذا شيء مهم جدا. بالنسبة للقصائد المترجمة، أنا بدأت انتبهت على الترجمة أهميتها جدا من كنت بالسويد في مهرجان الشعر العالمي. أول تجربة لي في مهرجان الشعر العالمي في مالمو اللي عام 96 وصلت إلى مالمو. في مهرجان، هذا مهرجان كثير مهم، حضروا 5 من حملة نوبل، وهذا المهرجان لا يدعو إلا مرة واحدة للشاعر، يعني تحضر مرة بعد ما تحضر نهائيا. حضر أدونيس مرة ب 88 وانتهى الموضوع. في هذا المهرجان فكرت ماذا أقرأ. أنا عندي قصائد عن الحرب كثيرة وكذا، فقصيدة اسمها في حديقة الجد المجهول، فقلت خل أقرأها، وبعدين ترددت وقلت خل أقرأ، لأنه هاي قضية شخصية، يعني قضية خاصة بينا إحنا. الجندي الذي نسي أن يحلق ذقنه ذلك الصباح فعاقبه العريف، الجندي القتيل الذي نسوه في غبار الميدان، الجندي الحالم بلحيته الكثة التي أخذت تنمو شيئا فشيئا حتى أصبحت بعد 10 سنوات غابة متشابكة الأغصان تصدح فيها البلابل ويلو في أراجيح الصبيان ويتعانق تحت أفياه العشاق، الجندي الذي غدا متنزها للمدينة، ماذا لو كان قد حلق ذقنه ذلك الصباح. حسيت اهتمام الجمهور والناس والكذا، ترجموه للسويدي، فحسيت انه الاشياء الخاصه المحليه هي المهمه. احنا المشكله يعني بعض شعراءنا يحاولون يقلدون الغرب بقصائد هاي الغامضه والتفاصيل والاشياء والفدلكات مشو، فمن تترجم لهم تجي صوره مشوهه لما هم كتبوه. هم شبعانين مثل ما احنا على سبيل المثال بالشعر العراقي شبعانين بهموم التفجيرات والحرب والكذا كذا، يجي شاعر بنفس النمط، لكن نريد نعرف اوكي اكتب عن الحرب لكن بنمط اخر مختلف، او اكتب عن تجربتك انت في مدينتك. انت جاي مثلا من مثل ما كتب رسول حمزاتوف داغستان بلدي، خلانا مذهولين امام الصور، امام التنويعات، امام الاشياء. عفوا هذا صوت دا اسمع، صوت. تفضل. صوت دا اسمع لو لا ماكو صوت ماكو صوت. تفضل. القصيدة المحلية البحتة هي شق طريقها الجمهور متعطش إلى يريد يعرف أنت هويتك منه، أنت من السودان، أنت من العراق، يريد يعرف أشياء عنك. فهنا كما تعرف بالسويد أو حتى في بريطانيا، الجندي يحلق ذقنه ما يحلق ذقنه ما له علاقة. فأنا قلت بقتها أنه قد ما يفتهموا القصيدة، وهي قصة حقيقية فعلا. الجندي تعاقب لأنه نسى أن يحلق ذقنه، ف ودوه للجبهة وبعدين الحجابات وبعدين استشهد ومات يعني وكذا. فأنا كتبتها كما هي. فمن جيت لندن أيضا نفس الشيء، بدأت بقصائد نشيد أوروك اللي هو أيضا غارق في المحلية، وأيضا في تراثنا الإضافة المحلية، تراثنا السومري والبابلي. فوجدت استقبال إلى كثير حلو. قرأت في مكانات عديدة في أمريكا، في طوكيو، في ألمانيا، فرنسا، كندا، في أكثر من مكان، أجانب أو عرب. أو حسيت أيضا هنا في بريطانيا، أيضا في المتحف البريطاني، أيضا في ناشونال جاليري، مكانات مهمة جدا يعني. وحسيت أيضا ذاك الاستقبال، وأحيانا البطاقات تكون بدفع تذاكر، وأحيانا بعض البطاقات. مرة أنا في مدينة قريب على بورتسموث، اجل احد الشباب 2، واحد هو صاحب راديو يدخلون، قالوا لهم البطاقات نفذت. حسيت انا بفرح، وبنفس الوقت ردت اساعدهم شلون دول جايين بالبرد يدخلون. قالوا لا البطاقات ما ممكن احد يدخل لانه خلص البطاقات. فتألمت عليهم، قلت لهم انا راح اجي يومكم اقرا لكم يعني. قالوا لا يعني الفكره انه انك تقرا اللي تحس به ويعبر عنك بدون فذلكات، بدون اشياء، كما انت، كما نصك، كما مدينتك، كما من تنور امي. انا بقتها بالثمانينات كتبت مقاله الحداثتي تنبع من تنور امي، من 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 الاشياء المحليه. هي هنا ابدي حداثتي. حداثتي ليست تاتي، مو انا قاعد مثلا بالناصريه
وأتحدث عن الحوذي الذي رفع قبعته. لا عندنا حوذي ولا عندنا ولا عندنا قبعة. هذه الفذلكات اللي مرت بها أجيال شعرية عندنا ضيعت كثير من نصوصهم الحلوة الوامضة الجميلة. وبالتالي فأرى يعني أنه النص إذا كان صادق في محليته وفي وهج فكرته يوصل. والحمد لله أنا بعض القصائد مالتي وصلت إلى يعني حسب ما أرى استطاعت أن تصل، لأنه بعض الكتب أيضا نفذت وعادوا طباعها مرة ثانية. نعم نعم شكرا. شكرا. أعتقد أجاب دكتور سعد التميمي عن موضوع مجلة أقلام، بس إذا موجود دكتور سعد أيضا ينور. دكتور فضل الله سأل عن كيف الحصول على مجلة أقلام. إن شاء الله أكو محاولة. دكتور عارف قبل فترة تكلمنا أنه هو محاولة إيصال هذه المجلة يعني بمكاتب أحيانا في بعض البلدان العربية، وهناك محاولة لأن يكون لها موقع إن شاء الله قريب على الإنترنت إن شاء الله. نعم ضروري جدا. احنا مثل ما نعرف الآن مجلة العربي موجودة على المواقع، موقعها وموقع جميل، مجلة الشارقة الثقافية، مجلة الدوحة. نعم. يعني مجلات أيضا موجودة، أصلا هي ورقية وأيضا موجودة على الإنترنت، ومجلات الإنترنت أيضا الثقافية العربية أيضا موجودة. يسأل عبد الكريم الدجيلي يقول: أخ عدنان، شكرا للمنتدى وتحية لشاعرنا الجميل أبا مهند، هل تدحرج نرد النص للمملكة؟ يقصد المملكة المتحدة على ما. نعم، شكرا عزيزي، شكرا حبيبي على سؤالك. وهو فعلا اتفقت ويا دار لندن هنا راح توصلهم بعض النسخ من هو الكتاب يعني ثقيل. هو موجود الآن بشكل عام، موجود في أغلب معارض الكتب اللي تحدث، عدا بعض الدول اللي تمنع الكتاب، لكنه أيضا موجود في نيل وفرات. ممكن الطلبة مباشرة، جماعة جربوا وصلهم مباشرة بشكل جيد وأيضا بسعر جيد. هنا في لندن راح يعني خلال هالأيام هذه راح أوصله إلى، أو أتفاهم ويا دار نشر نوصله إلى مكتبة لندن اللي موجودة في قديمة أيضا موجودة في، يعني بعدين أعطيكم العنوان، أنا ذاكرتي مرات تتخربط عندي. هناك مكتبة أيضا، مكتبة المركز الثقافي في أجور رود، وصاحبها رجل من المثقفين المصريين. جيد، أيضا ممكن أتواصل معه. نعم آخذ من عند عنوانك بعدين. قرب الهايد بارك، إذا تعرف المنطقة. أوكي. من صالح الطائي يقول: جزيل الشكر لكم على هذه الفعالية الجميلة لشاعرنا المبدع عدنان الصائغ، والذي تمكن من الاندماج بالمجتمع البريطاني والانفتاح الثقافة الغربية بتوصيل النتاج الشعري العراقي. نتمنى له المزيد من العطاء والإبداع الشعري. تمنيات وتحيات حلوة الجميع، عاشت الجهود الطيبة. عبد الحسين الطائي، شكرا لك جزيلا. شكرا حبيبنا الدكتور الطائي. سعيد جدا بحضورك أيضا وحضور كل الأحبة هنا. نعم، هو شكرا الأستاذ الدكتور ماجد القمر أيضا يقول على اختياراتكم لهذه الندوات الثقافية الرائعة. طيب، إذا شكرا جزيلا للجميع. إذا دكتورة سعاد بعدها معانا وعندها أي سؤال، لأن رفعت إيدها قبل قليل. الدكتور سعاد سيد محجوب. السلام عليكم دكتور عامر. السلام، أهلا ومرحبا دكتورة سعاد. أهلا والتحية لكم والتحية لضيوفك الكرام، ومساء الإبداع والجمال ومساء الشعر. والتحية لشاعرنا الجميل القامة أستاذنا عدنان الصائغ. أهلا وسهلا دكتورة سعاد، سعيد جدا. وأنا يعني سبحان الله جدا سعيدة بهذه اللقاء عبر الأثير. فقط عندي سؤال، وقد يكون السؤال مداخلة بين سؤال ومداخلة. وقفت عند نص أعجبني جدا: خذ 8 أعوام من عمري وصف لي الحرب، خذ 20 برتقالة وصف لي مروج طفولتي، خذ كل دموع العالم وصف لي الرغيف، خذ كل البنوك والمعسكرات والصحف وصف لي الوطن، خذ كل قصائد الشعراء وصف لي الشاعر. وأنا أقول: خذ كل حروف المعاجم والكلمات والمعاني وصف لي الشاعر عدنان الصائغ. شكرا لك أستاذي. تسلمي. هذا النص قديم في ديوان مرايل شعر طويل، يعني شكرا انه وجدتيه.
شكرا جدا. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا. إذا الأخ الدكتور الأستاذ دجيلي عبد الكريم تفضل. شكرا دكتور عامر، وتحية طيبة للجميع وللأخ أبا مهند العزيز. حبيبي دكتور ند، جميل. الله يخليك أبو مهند. عندي سؤال بشكل عام. أنا أعرف بدايتك والنصف الأول من تجربتك الشعرية كانت بالشرق، يعني بالعراق تحديدا، وبالمغرب بالأردن يمكن وبلبنان، والنصف الآخر أقدر أقول بالغرب اللي هي بين بريطانيا والسويد. وعندك طبعا نشاطات، يعني كنت بأمريكا قبل فترة كنت أتابعك. تسلم. سؤالي هو كيف وجدت الشعر بالأمم المتقدمة بالدول الغربية؟ يعني هذا ما أعرف إذا تتفق ويا أكو قول للفيلسوف مؤرخ لوبون من فرنسا، يعني يذكر يقول عن الشعر يضيق أهمية وتأثيرا كلما ارتقت الأمم. هل تتفق مع هذا القول؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا سؤالك، وهذا سؤال كثير مهم بالمناسبة. يعني احنا بعض كثير مثل ما قلت انه الوطن غرقوه بالشعارات والأوهام، ايضا غرقونا بأوهام كثيرة انه احنا أمة الشعر، وهذا طبعا فعلا. لكنه ايضا انظر للآخر. انا في مهرجان في كولومبيا 2000 وممكن تشوفوه ايضا بالفيسبوك موجود، 2005 كان عدد الحضور للمهرجان، عدد الجالسين في المهرجان حوالي 5000. 5 قدامها 3 أصفار، 5000 حاضر. مشهورة، مو فقط اني، لا الكل، يعني اي شاعر يقوم هناك 5000 مستمع له. وتجد في بريطانيا هذا في مكان، تجد اعطيك امثله لانه دائما الامثله. تجد في بريطانيا الان مكتبه الشعر هذه على مسافه اميال قريبه يمي، وانا هذا مكاني دائما اروح له، واي زائر من اصدقائي يجون من البلاد العربيه ومن بلاد هذا اول مكان اوديه الى مكتبه الشعر. في مكتبه الشعر تجد حوالي اكثر من 20 مجله، 20 مجله فقط مختصه بالشعر في بريطانيا. والأمة العربية من المحيط إلى الخليج لا تصدر إلا مجلة واحدة فقط اسمها مجلة شعر. هي قديمة أكو مجلة شعر صدروها أدونيس وأنس الحاج وكذا، وتوقفت. بعدين اجت مجلة الآن مصرية اسمها مجلة شعر، فقط مجلة واحدة للأمة العربية من المحيط إلى الخليج، مجلة واحدة اسمها مجلة شعر، بينما 20 مجلة فقط في بريطانيا، إضافة إلى أنه مكتبة كاملة اسمها مكتبة الشعر. وتجد بعض الأماسي مثل ما قلت لك يعني بطاقات وتخلص، وأحيانا يعني أحيانا ما تدخل مجانا، تدخل بطاقة. آخر أمسية قبل تقريبا أسبوعين كانت عندي أمسية الدخول بحوالي مبلغ بسيط، يعني حوالي 6 باونات أو كذا، وأحيانا فري طبعا. لكن تجد أيضا الحضور من تحضر تدخل الموبيلات مغلقة، لا تسمع أي نأمة أي صوت، بينما أدخل أماسي، يعني ما أحكي يعني انتقاد فقط، وإنما أشياء شفتها وأتألم عليها. بينما إحنا فعلا أمة شعر، يعني الآن ماكو أمة بالكون كلها تمتلك من الشعر ما عندنا إحنا، ومن اللغة ومن المفردات اللغوية ما عندنا إحنا باللغة العربية. وأيضا إحنا أقدم شاعر يعني اللي وصلنا هو امرؤ القيس والمهلهل، وقبلهم أكيد أكو شعراء قبل أكثر 2000 سنة. أخذ كل تواريخ الأمم ما تلقى شاعر أكثر من، يعني قبل شكسبير ب 200 300 سنة، يعني حوالي 700 سنة. أو شعراء إذا تأخذ أوفيد فن الهوى بالسنة حوالي بال50 ميلاد، 50 ميلادي، يعني حوالي 2000 سنة وشوية. ما في أقدم من شعرنا. وأيضا عندنا ملحمة القلقامشية، أول ملحمة في الوجود قبل أكثر من 5000 سنة، أول ملحمة شعرية في الوجود كله.
فاحنا امه الشعر فعلا، لكنه الان لما تجي على الواقع تجد احنا يعني الوضع الشعراء وضعنا الشعري يعني مؤلم بكل معنى الكلمه. تذهب بعض الاماسي تلقى هذا فاتح موبايله وهذا قاعد وهذا قاعد يسولف، وتلقى بعض الشعراء طالعين برا. نعاني تفاصيل كثيره. اجى ادونيس قدم امسيه هنا في لندن في المكتبه البريطانيه قبل اكثر من حوالي 20 يوم. البطاقات منتهيه، فانا حكيت ببعض الاصدقاء قلت لهم حجزت البطاقه، قالوا لا اخر يوم نجي نحضر. فدخلوا قالوا لهم البطاقات خلصانه وما حضروا وما قدروا يوصلون يعني. فاحنا عندنا هذا الاستسهال. هنا هذا الكتاب هو نفسه اللي let me tell you what I saw حوالي 25 مره المراجعه، 25 درافت، 25 مره مراجعه وتدقيق وكذا وكذا، 25 مره رجعوا. بينما دار نشر عربيه يقول له مرتين ثلاثه يرجعك اياه يقلب الدنيا عليك. اهتمام شديد. هذا الاهتمام استاذي العزيز، هم مو معنى شعرهم هو ارقى واعظم وكذا، لا، يعني لكل شاعر، لكل هناك شعراء مهمين عندنا، وعندهم شعراء مهمين، وعندنا شعراء عاديين، وعندنا شعراء بين قوسين يعني وهم ايضا نفس الشيء. لكن بالمحصله النهائيه، انا احكي عن المحصله النهائيه، ان تجد فرق شاسع جدا اهتمامهم واهتمامنا. نعم بالتاكيد. الثقافه ثقافه شعريه، وهذا هو المهم. الست إخلاص فرانسيس تقول: شكرا جزيلا على هذه الندوة الغنية التي فيها تعرفنا إلى الشاعر عدنان الصائغ وإلى أدبه وحياته وتجربته الحياتية، والتي هي الرافد الأول لشعره. شكرا للست إخلاص، وهي صاحبة شكرا إخلاص المبادرة في غرفة 19، وهي تحضر الآن لأمسية ستكون جميلة بالتأكيد مع الروائي الجزائري الكبير العربي المعروف واسين الأعرج يوم الاثنين المقبل. سلمينا عليه وإن شاء الله نحضر، لأنه إن شاء الله بالتأكيد سأشاركك الإعلان عن الأمسية، وهي أمسية ستكون يوم الاثنين المقبل الساعة 8 بتوقيت لندن. هناك أيضا سؤال من وصلي له تحياتنا دكتورة. نعم بالتأكيد. أكيد بيوصل. شكرا كثير دكتور عامر، وشكرا للشاعر عدنان. شكرا كثير. شكرا لك جزيلا. يقول هاني الجوراني: شكرا لكم على استضافة الشاعر الجميل عدنان الصائغ. لدي سؤال للضيف الكريم: لو فرضنا أن آخر قصيدة للصائغ، فماذا سيكون موضوع هذه القصيدة؟ الأم، الوطن، الحبيبة، الغربة. تفضل عدنان. شكرا الجوراني الحبيب. هذه لا أحد يستطيع، يعني أنت مرات فكر تكتب عن حبيبة يطلع الوطن، فكر عن الوطن يطلع حبيبة. فعلا صارت عندي يعني أكثر من مرة، لأنه مرات القصيدة هي تاخذك، هي أمواجها، هي ذبذباتها، هي تاخذك، ومرات الروح تغافل الكلمات الموجودة على السطح. أنت تفرش أوراقك، لكنه الشعر يفاجئك. هو هذا الشعر الماكر، شعر ماكر لا تستطيع أن تمسك به وتقول له أنا تجي به. مثل قبل القصائد تعرف أنه شاعر يروح إلى الهجاء أو يروح المديح ويروح الكذا، هو مهضر قصيدته مرتبة. الشعر مرات به مفاجآت غريبة حتى على الشاعر نفسه، مدهش، يدهشك. أحيانا تهيئ أوراقك وكذا وتقعد والقهوة والمدري شنو والكذا، ولا يجيك ولا تجيك أي شيء. وأحيانا لا، أنت في الباص بالازدحام بالكذا بالخبصة بالمشنو، وتجي تلقى نفسك طلع ورقتك وقلم وكذا. مرات أنا حتى بالبيت نايم دائما يم راسي ورقة وقلم، تجي أبيات وبعدين أكتب الظلام حتى لا أزعج أحد، وبعدين أجي أحتار شلون أقراها. فبمعنى أنه بما أنه أيضا ما تعرف توقيت الشعر، أيضا ما تعرف موضوعه، وأحيانا لا يختلط نفس الشيء عندما تكتب عن مثلا عندي قصيدة كتبتها قبل أكثر من 40 سنة بالثمانينات، كان عمري بال21 أو كذا. أنت أحلى، وكانت عمودي: أنت أحلى وكل نبض اشتياق، أنت أحلى وفي دماء العراق، أنت هذا صباح يأتي بهيا في بلادي فللعذاب انعتاق، شعرك الحلو غابة من أمان كم تغنى بفيئه العشاق، لك قلبي كذا، لك قلبي لكل نخل بلادي، لك عمري وكل عمري عناق. تعال فك لي إياها أنت أو الدكتور
العزيز التميمي. وين هي قصيدة وطن أم قصيدة غزل؟ لأنه فتتشابك أحيانا الموضوع. أيضا تشابك أحيانا أنا أتحدث عن شيء أروح إلى شيء آخر، وبالتالي فآخر يوم من عمري احتمال بس أغني. شكرا جزيلا. نضال الصائغ تقول شكرا جزيلا على هذا اللقاء الثقافي المميز باستضافة شاعرنا الكبير عدنان الصائغ. نبأ حميد. شكرا لأقربائي العزيزة دكتورة نضال، وهي الشرف لي أن تحضر، وسعيد جدا، مفاجأة طيبة. شكرا جزيلا. شكرا للمنتدى الثقافي ولجميع الحضور الكرام. مسرورة جدا. نبأ حميد تقول مسرورة جدا للقاء وسماع الشاعر الكبير عدنان الصائغ صورة وصوت، وأمامي نسخة من كتاب أغنيات على جسر الكوفة. الكتاب الذي وصلني من بغداد بواسطة الصديق الكتبي أكرم، وقد كتب الأستاذ الشاعر بخط يده الشاعر إهداء جميل وبتوقيع تأبط منفى. جزيل الشكر للأستاذ عدنان حفظك الله لقراء شعرك ومتابعيك، وشكر موصول له. نعم شكرا جزيلا. وتحية لأكرم. أكرم عزيز لطيف في شارع المتنبي، يأتي هو هناك مقر الأدباء، فأجاني أول ما طبيت قال لي هذا كتاب توقعه. قلت له أوكي حاضر. فكثير شكرا للعزيزة. ايش قد عمره أكرم؟ ايش قد عمره؟ أكرم يعني أصغر من عندنا شوية يعني، بس راقي متابع الكتب، وكل الأدباء يمه تلقاهم يعني. هو فعلا كتبي، لقب الكتبي ولا هو كتبي؟ لا هو لقب بالكتبي اللي من كثر انه عايش شاعر متنبي، وعندما مو بس فقط بمكتبته، اذا كتاب تريده وما موجود فهو اما يجيب لك اياه او يبحث عنه ويدلك عليه. تحية له من هذا المنتدى ومنك. شكرا جزيلا أخي أستاذ عدنان الصائغ. يعني أمتعتنا اليوم وفي هذه الطروحات الجميلة، ونتمنى لك التوفيق في نرد النص، وفي نردك المقبل، وفي نصوصك المقبلة. شكرا لك جزيلا، وشكرا للأخوان الأساتذة والأخوات والأخوة الأعزاء الذين شاركونا هذه الأمسية اليوم. وشكر الجزيل للدكتور سعد التميمي أيضا على مداخلته التي أغنت موضوع هذه الندوة لهذا اليوم. نلتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. تكون معنا الدكتورة فضيلة الراوي، وهي أستاذة طب الأطفال، للحديث عن موضوع التوحد عند الأطفال وآخر وأحدث العلاجات في موضوع التوحد. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. مع السلامة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. تحياتي أستاذ عدنان. شكرا حبيبي. شكرا دكتورنا العزيز حبيبي. شكرا كل تحية للجميع وشكرا. شرفتوني جدا بوجودكم. الله سعدنا بك. مع السلامة. مع السلامة. الله معك.